لو هنتكلم عن أهم مميزات التطبيق دوّة أو الموبايل الحديث بتاع سامسونج اللي هو S24 S24. طبعًا ده أحدث موبايل سامسونج عملته، يعني ما فيش حاجة تانية بعديه، يعني النوع دوّة ونقطة وأول السطر. تمام. ما فيش أي منتج تاني سامسونج عملته من ساعة ما عملت الS24. طيب، طبعًا هو سعره غالي شوية، يعني لأ مش شوية، يعني شويتين معلش يعني هاكون صريح يعني، هو غالي. طيب، إيه مميزاته؟ اول ميزه مش هتلاقيها في اي موبايل تاني، ان هم اعتمدوا في الموبايل دوت او الصناعه ديت، ان هم اول حاجه يخلوا اول حاجه يخلوا ان الذكاء الاصطناعي الاي اي ان هو يكون ركيزه اساسيه او حاجه معتمده في الموبايل ده. بمعنى ايه؟ هتلاقي في الموبايل دوت ميزات و وادفانتج وكذا كذا اوبشن مش هتلاقيه في اي موبايل تاني. ممكن الحاجات دي تلاقيها مدفوعه بالدولار او اي عمله. لو انت عاوز تشتري حاجات زي دي، ابسطها لك. يعني انت ممكن لو بتسمع عن حاجه اسمها شات جي بي تي، اللي هو الابلكيشن اللي هو معتمد على الذكاء الصناعي، اللي هو بيقول لك تعمل مقاله، يبحث لك عن حاجه معينه، تعمل شكل معين بيه. هو نفس الفكره. الموبايل دوت جواه كذا ميزه من ميزات الذكاء الاصطناعي اللي هي اي اي. زي ايه مثلا؟ ان انت ممكن في الموبايل دوت ان انت تعمل استئناف، او ان انت آه، تعمل طبعه، او تتكلم يعني بمعنى اوضح ان انت ممكن تعمل مكالمه مكالمه مع حد من دوله تانية، والموبايل دوت يترجم لك، يعمل ترانسليشن للمكالمه في لحظتها وانت واقف. يعني انت بتتكلم بلغتك، كلام الشخص التاني بيجي لك بلغه بتاعه لغه تانية مترجمه، طبعا هو اللي بيترجمه. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، في ميزه اسمها سبوت سيرش. يعني انت لو عملت دايره على اي حاجه في الدنيا، اي شكل قدامك، عجله، موبايل، اي حاجه، على بحث جوجل، عملت بس دايره عليها، هو تلقائي اوتوماتيك بيعمل بحث عنها في محركات بحث جوجل، في السيرش انجن. تمام. تالت حاجه، الموبايل دوت فيه ميزه ان انت تقدر ان انت تعمل كذا مهمه في نفس الوقت، والبطاريه بتاعته تعيش معاك. يعني مش هقول لك يوم ولا اتنين، يعني تفتح فيديوهات، تتكلم، تعمل شغل، العاب، بطاريته عملاقه. الحاجه كمان اللي في الموبايل دوت ميزه عن اي موبايل تاني، ان انت ممكن تعمل بيه آه، ممكن تحمل بيه اي حاجه انت عايز تعملها كاداه ذكاء اصطناعي. يعني ممكن تلاقي جوه الموبايل نفسه كذا ابلكيشن تطبيق. التطبيقات دي مش موجوده الا بالمدفوع، يعني فلوس، على مثلا على اب ستور، على اي موقع منصه تطبيقات. فده معناه ان انت يعتبر معاك جهاز ذكي جدا جدا جدا، ما تقدرش ان انت تخفي عنه. طب لو هنتكلم بقى عن اهم حاجه في الموبايل، وهو طبعا الناس كلها بتسأل عليها، اللي هو المميزات والمواصفات. يعني احنا اتكلمنا اول فيديو عن المواصفات او المميزات. في الفيديو ده هنتكلم عن المواصفات. اول حاجه طبعا، بالسعر ده والفئه دي، اكيد طبعا الموبايل كاميرته نضيفه جدا. يعني اول حاجه، الكاميرا بتاعته ثلاثيه. يعني الكاميرا الخلفيه 3 سبوتات. اول سبوت 50 ميجا بكسل، وده رقم يعني خرافي، يعني مميز جدا. تاني سبوت هيكون 12 ميجا بكسل. التالت 10 ميجا بكسل. تمام. كل الحاجات ديت او كل الاسعار ديت كلها مره واحده. تاني حاجه عشان ما ننساش، الكاميرا الاماميه الخاصه بالسيلفي. الكاميرا السيلفي 12 ميجا بكسل. تاني 12 ميجا بكسل. ودي كفيله انها يعني اي صوره تاخدها
فوتوغراف يعني، فوتوغراف مش محتاجة حاجة يعني. تمام. طيب آه، هنتكلم برضو عن مساحة الشاشة. مساحة الشاشة 6.7، 6.7 بوينت. تاني، مساحة الشاشة 6.7 بوينت. ودي يعني مساحة جميلة جدا أو مساحة كبيرة جدا، إن هي يعني المحتوى اللي أنت فاتحه فيديو، سواء بتشتغل سواء بتلعب جيمز، كل ده بالنسبة لك هيكون أفضل والرؤية أحسن كمان. طيب هنتكلم على المساحة الداخلية والرامات والمساحة الداخلية. قبل أي حاجة الرامات نفسها 12 ميجا. تاني، 12 جيجا رامات، مش 8 ولا 6، 12 جيجا. ودي كفيلة تخليك تلعب جيمز زي ما انت عايز، لا يهنج معاك ولا يعمل لاج ولا الكلام ده. تمام. طيب تاني حاجة هنتكلم عن المساحة الداخلية 256 جيجا. تخيل معايا الرقم كام؟ 256 جيجا. 256 جيجا. والمساحات كلها زي ما انت شايف كده، تطلع من اول مثلا من اول 5 لحد 6، وبتطلع معاك يعني انت مش محتاج، يعني انت يعتبر ماشي بالموبايل عباره عن هاردوير، يعني لابتوب او كمبيوتر على حسب المساحه بتاعته. تمام. تمام. تالت حاجه عشان ما ننساش برضه، ان الجرافيك او البروسيسور فيه عالي جدا جدا جدا، يتخطى لابات الورك ستيشن والحاجات دي. تمام. طيب هتخش بقى على اهم جزئيه، وهي السعر. طبعا الموبايل دوت عشان لسه نازل السوق شهر يناير اللي فات ده، يعني ما كملش 3 اشهر، اقل من 3 اشهر كمان. فالطلب عليه او السعر بتاعه مرتفع جدا. بتتكلم من 48,000 لحد 52,000 في الرينج ده. يعني مينيموم 48,000، ماكسيموم 52,000. تمام.